حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. باين انا هتكلم عن ايه، يعني مش محتاجه ان انا اتكلم لان باين. الركنه الحمد لله وصلت النهارده. طبعا انا قلت لكم نفسي اخلص قبل رمضان، الحمد لله ربنا حقق لي الحلم، خلصت قبل رمضان. وزي ما انتم شايفين كده الركنه نورت بيتها. الاوضه وسعت بقت حلوه وبقت جميله. مبسوطه جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم مبسوطه ازاي. طبعا محمد كان مختار اللون الرصاصي وانا اللي اخترت اللون البترولي، يعني انا قلت له لا انا عايزاها بترولي، محمد بقى كان عايز اللون الرصاصي. قلت له لا البترولي حلو قوي قوي ومميز وشيك زي ما انتم شايفين كده. حلو. هوريكم طبعا دلوقتي من قريب، بس عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم، ايه رايكم في الحلاوه والطعامه والجمال ده. طبعا بقى انتوا دلوقتي مستغربين السجاده ايه علاقتها، يعني ليه لسه حطاها مع الركنه. طبعا انا قلت لكم الميزانيه خربت مني على الاخر خالص، بس ان شاء الله ان شاء الله اليومين الجايين باذن الله بدون مقاطعه ان شاء الله نجيب السجاده هتبقى نفس لون يعني هتبقى بتجمع الالوان بالركنه. يعني هجيبها كده تكون مثلا تريكواز في ابيض، في اكيد مش هتبقى تريكواز بس، مش تريكواز ده بترولي، مش هتبقى بترولي بس. يعني بصوا هنشوف، هنختار مع بعض، انا مش عايزه الخبط نفسي، مش يعني هنختار مع بعض ان شاء الله. والستاره برضو، يعني الستاره هعملها ان شاء الله مع الستاير اليومين الجايين. انا حطيتها بس كده مؤقتا عشان طبعا الدنيا ساقعه، الجو تلج، مش هينفع ان انا اسيب الارض عريانه، فحطيتها كده مؤقتا. تعالوا اوريكم بقى من قريب الاوضه كده شكلها بقى عامل ازاي. تعالوا بصوا بقى. طبعا انا قلت لكم احنا مالناش دعوه بالسجاده، قدروها ان هي مش موجوده، لان انا كده حطاها مؤقتا، يعني مؤقتا، وهجيب كده ان شاء الله قريب في اقرب وقت السجاده والستاير. حتى انا ما علقتش الستاره القديمه، هتبقى السجاده والستاره نفس اللون. نخلينا بقى في المهم. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه، ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ بصوا انا طبعا قلت له يعملها لي دي شلت، وطبعا عايزه اقول لكم لما عاوز ان انا اغسلها بتتغسل، يعني اشيلها، اشيل الكسوه اللي من بره دي كلها. يعني بصوا اوريكم، دي اهي كده بتتشال اهو، اغسلها وارجع ان انا افرشها تاني، فاهمين؟ استنوا بقى اقفلها كده. بصوا الجمال بقى. طبعا انا عملتها بوسع الاوضه كده، قلت بقى ايه عشان يعني نقعدوا براحتنا، مش هنبقى قاعدين ملزقين في بعض. وعملت الترابيزه القمر دي زي ما انتم شايفين. طبعا هي عايزه تتمسح، هظبطها واجيب لها مفرش حلو قوي. انا بس عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الالوان اللي انا مختاراها. وطبعا برضو الشلت دي الصغننه دي انا برضو اللي مختاراها، الشلت دي انا اللي مختاراها. بصوا الجمال واللون كمان، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. ده ازاز، انا قلت له يعملها لي ازاز، دي انا عايزاها ازاز. ودول كده اهو مع الترابيزه القمر دي. بصوا كمان الاوضه لما اتبيضت كمان بانت. طبعا انا ده كنت جايباه رمضان، حطيته فرشته. بصوا طبعا خالد اللي حاطط العك ده كله في المكتبه، انا طبعا العك ده كله هيتشال، اللي خالد حاطه دوت، كل دوت كده هيتظبط، لان انا لسه هعلق معاكم زينه رمضان، فلسه هنظبطه مع بعض الاوضه. طبعا بقى زي ما انتم شايفين الدنيا عندي مكركبه، الستاير غسلتها كلها، بس لسه هتتكوى وهتتعلق الستاير. انا هعلقها ان شاء الله واكويها قبل رمضان. احاول ان انا اخلص على قد ما اقدر قبل رمضان، ان الدنيا بس كانت مقلوبه بسبب الركنه وكده. وزي ما قلت لكم المكتبه هنظبطها مع بعض. انا بس دول انا لسه حطاهم لرمضان، كنت جايباهم لرمضان، اللي هي الكيس الحاجات دي اللي هي الاثنين اللي تحت دول، فحطيتهم مش هشيلهم. بس العك اللي خالد عامله هناك دوت انا هشيله. وطبعا دول الشواحن مش هشيلهم. هنظبط مع بعض الدنيا وهنعلق بقى مع بعض الزينه زي ما قلت لكم. والستاير هتتكوى وهتتعلق، هنظبط مع بعض الدنيا ان شاء الله، نظبطوها كده مع بعض. بس برضو عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم كمان في اللون اللي انا مختاراه. لسه كمان عايزه اقول لكم الاوضه هتبان اكتر لما اجيب السجاده، هاخدكم معايا ان شاء الله وانا بجيب السجاده ولما الستاره تتعمل. وطبعا السجاده والستاره هنجيبوها نفس لون الركنه عشان يبقوا شبه بعض كده. طبعا الاوضه هتبان اكتر لما السجاده والركنه يتعملوا. بصوا بقى نعمل مع بعض بقى كيكايه بالمناسبه الحلوه دي، بمناسبه الركنه هنعمل مع بعض كيكايه. طبعا بقى كل واحد وطريقته، ما لاقيش حد بيقول لي لا يا ام خالد انت عامله كيكه غلط ويا ام خالد، لا كل واحد ويعملها بطريقته. تمام
تمام. بصوا بقى، معايا كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، كيس فانيليا، كيس كيك شيف، وهستخدم 4 بيضات. تمام. عايزه اقول لكم بقى الكيكه دي انا بقالي ياما قوي ما عملتهاش، بقالي بتاع 3 4 شهور ما عملتهاش، بنجيبوها جاهزه من الفرن. عايزه اقول لكم بحب اكلها من الفرن، بتبقى شبه بتاعه البيت فبستسهل. بس بتاعتك احلى ام خالد. النهارده بقى عشان كنا متغدين بقى بطاطس محمره وصدق وكده، فكنا عاملين سندوتشات. الشتا بقى طويل ويحب الاكل، فالواحد جعان، فقلت اقوم اعمل لهم بقى كيكايه بما ان الحاجه موجوده عندي في البيت. طيب بصوا بقى، هحط 4 بيضات، هكسر 4 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بيضه، محمد جايب لي البيض بريشه. ادي الثانيه عشان يبقى طازه كده، فاهمه؟ احلى حاجه البيض يبقى ايه؟ بريشه. يبقى طازه. ادي الثالثه، العدد 4. ادي 4 بيضات. تمام. هنزل عليهم بكيس الفانيليا عشان نكسر زفاره البيض. ماشي اهو. هطلع دي بس كده عشان ما انساهاش جوه الكيس. وهنقوموا جايين ضاربين الفانيليا مع البيض. تعالى هنا اوريك. العب بقى ورينا ام خالد. ايوه هو ده الكلام. تمام. نضرب بقى. طبعا انا عايزه اجيب مضرب، خالد لما بجيب حاجه بيبوظها. ضربنا البيض، هننزل بقى كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه اللبن، وكوبايه يعني السوائل كلها مع بعضها، كوبايه السكر. طبعا السكر اللي عايز يحط اكتر من كده يحط، بس انا بالنسبه لي كوبايه حلوه قوي، لان احنا ما بنحبش الحاجه المسكره. اكيد. ما بنحبوش الحاجه اللي تموع، بنحب الحاجه اللي هي ايه؟ سكر خفيف. سكرها خفيف. فاللي عايز يحط يعني كوبايه ونص سكر حط، عايزه تحطي كوبايتين حطي، بتحبوا الحاجه المسكره حطي 3 كوبايات كل واحد. لا 3 كوبايات ياما قوي تسكر. لا والله، هي اقصى حاجه كوبايتين. تسكر اوفر يعني. طبعا هنفضل بقى نعمل كده لحد لما القوام يبقى كريمي خالص. يبقى ايه؟ يبقى كريمي. ورينا كريمي. نفضل بقى كده بلولق لحد لما ايه، بصوا كده بقى ايه، بقى كريمي خالص. طيب بصوا بقى هنا، انا قلت لكم الدقيق اهم حاجه يكون الدقيق منخول. ده دقيق منخول، هنزل عليه الكيك شيف. البيكنج باودر راحت عليه، اسمعي مني، البيكنج باودر اللي بيهبط منك الكيكه. ترجعي تقولي الكيكه هبطت مني بسبب البيكنج باودر. ماشي يا لعبك يا ام خالد. دلوقتي في عصر الكيك شيف، فهنزل بكيس، هو كيس واحد اهو. عايزه بس تحب معصي؟ طيب اهو. تمام. هنزل بيه كده اهو. وهنعمل ايه بقى؟ هنخلط الاتنين ببعض. هسيب بس المعلقه اللي انا هنا بليتها، هاخد معلقه جديده ونخلط الاتنين ببعض كده. واهم حاجه يبقى الدقيق منخول عشان تبقى الكيكه هشه معانا وطريه. تبقى ايه؟ هشه وطريه اهو كده. هعمل ايه بقى؟ هنزل كده سنه، مش هنزل بالكميه كلها، يعني هنزل كده مثلا بربع الكميه، مش هنزل بيها كلها، واقلب. كده. طبعا بقى الكيكه دي الصبح بقى في الفطار ولا دلوقتي كده، احنا دلوقتي انا بعملها لهم بالليل. انا جعان الصراحه. جنب كوبايه بقى الشاي بلبن يا ابو خالد، هتاكل الصينيه كلها. ماشي لما نشوف. هتاكل الصينيه كلها. بقى لي معه اساسا ما اكلتش كيكه، تصدقي؟ طب ايه رايك بقى اعمل لك؟ والله المره الجايه بقى تعمل لنا هريسه ذره. انت بتحبها؟ ما بحبهاش. لا بس بتبقى حلوه، خلي بالك. لا انا ما بحبهاش والله تبقى في الفطار برضو يعني حلو. هي بتلكم شويه.
لا ما فاهمة بحبهاش، تاكلي انا اول منها مره اعرف حته. ان انت بتحبها. الكيكه تاخدي منها يعني حته صغيره او حتتين تاكلي براحتك، اما التانيه تاخدي منها حته واحده تلاقي نفسك ايه. بتلكم، انا ما بحبهاش، مع ان اتلكمت. ماما على طول بتعملها، امي عندي في البيت امي انا على طول تعملها، بس انا ما بحبهاش. هننزل بقى بنص الكميه التاني اهو، باقي الكميه نخلط. طبعا هخلط واجيلكم بقى عشان ما اطولش عليكم، عشان هفضل بقى ها هخلط واجيلكم اوريكم اخلطي الشكل خلطه ايه. طيب كده. ورينا. هفضل اقلب بقى كده لحد لما القوام يبقى كريمي خالص خالص، واوريهم الشكل بقى لما يبقى. هفضل اعمل كده معانا ربنا، وانت تيجي تعمل كده شويه مكاني. انا اجي اعمل ايه انت فاهم؟ لا ده انا اجيب لك مضرب اجدع بقى ابو كده. في مضرب على فكره كهرباء، طبعا في ناس هتقول لي اعمليها في الخلاط بتهبط، ما اعرفش بتطلع معايا ممكن عشان مني. بيعملها الخلاط بيشتغل جامد، سرعته عاليه صح اكيد يعني. والله بتطلع اصل ما كانش حد غلب، امال هم ليه اخترعوا المضرب يعني، ما الناس كلها عندها خلاط فاهمه اكيد ليه يعني سبب. والله لما بعملها عايزه اقول لك في الخلاط بتهبط فعلا مني، بتهبط يعني. ايوه ما بتطلعش هشه كده وطريه، بتهبط. بصوا بقى طبعا، بصوا القوام، هو ده القوام المطلوب اهو، ان هي تبقى كده هشه اهي. بصوا هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا ايه عايزينه. بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب صينيه، طبعا انا حاطه فيها زبده، الزبده اللي انا حطاها فرن، وهندعك بيها الصينيه كده. اهم حاجه الصينيه تكون مدعوكه بالزبده او بالسمنه المتوفر عندك. ما عندكيش ولا ده ولا ده حطي زيت، انا ساعات ما بيبقاش عندي ولا ده ولا ده بحط زيت وبتطلع معايا زي الفل. المهم ان هي تبقى ممسوحه بماده دهنيه كده كويس، والاطراف كله اهو تمام. ننزل بقى بالكيكه بتاعتنا. مش عارفه انا مش مستريحه، انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش مستريحه. ليه؟ عشان حاسه ان الخليط اكبر من الصينيه. مش مهم. طب وايه المشكله؟ انت مش لازم تفضيها كلها. مش لازم ايه؟ مش لازم تتحط يعني ايه مش لازم احطها مش كلها؟ يعني انت- احط نصها هنا واحط نصها في الثلاجه؟ ايه اللي لا انت انت بتقوله ممكن ده؟ تعملي صينيه والباقي بقى ترميه خلاص فاهمه. ارمي ايه؟ ارمي الكيكه؟ الله. ارمي اللبن والبيض والسكر؟ طب ما هو انا سيبها كده، هتعملي صينيتين خلاص اعملي صينيتين، انا غلطان. صينيتين ليه؟ طب ما انا ممكن اجيب صينيه اكبر. ما اعرفش، انت ادرى بقى، بلاش اهندس فاهمه. انا مش عارفه بجد انت بتتكلم بارميها. بص ردوا عليه بالله عليكم. ده يا ابني احنا لقينا لا فلوس في الشارع. مش ارمي قصدي يعني الكيكة. ممكن يتبقى شويه صغيرين، انا بقول لك كده. مين قال لك ان هيتبقى شويه طب صغيرين؟ شوفي، طب يلا انا بقول لك هيتبقى معلقتين. يلا دي هتطلع، لو طلعت هتطلع مظبوطه، بس هتطلع عاليه قوي. حلو، العاليه جميله. يلا احنا وحظنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا النبي، الراجل بيقول لي ارميها. طب شفتي ده طلعت بالظبط، اهي تقولي لي عليها. بصوا النبي اللي بيقول عليها لي ايه ارميها. بقى؟ لا انا بقول ايه؟ انا بقول الله اعلم. اقصد يعني حاسة وانا الخليط وانا مش أكتر. انا عارف اللي هم مش هيعملوا صينيه ثانيه فاهمه، فاقصد لو كانوا اتبقى 3 معالق بتاع خلاص. بصوا بقى، وانا صغيره احب اعمل ايه بقى لما امي تعمل كيكه؟ ايه؟ الحس كده. هتدوق والله اعمل كده. هتدوقها كده. شفتي نط ازاي؟ هتلحسها كده. طب خدوا. شفتي نط ازاي؟ حب هو بابا، يحب كده كده. حب العك ده، ايه رايك؟ عكاكين مع بعض انتوا الاثنين. طب كل كده. لا بصوا بقى، انا هحطها على درجه حراره، مش هخترع بقى واقول لكم 180 زي الشربيني والناس دي. لا بس هو اهم حاجه ان هي تبقى نار عاليه وما يتفتحش عليها، تمام. فانا هحطها دلوقتي في الفرن هتشوف الفرن. على درجه حراره عاليه، ومش هفتح عليها. طبعا الطاسه دي موجوده في اي بيت مصري، ما تطلعش بره الفرن. شغل النار. هي دي بتطلعش ولا الفرن؟ ولعت النار يعني شغلت النار اللي من تحت، وهدخلها. طبعا اهم خطوه نهبد الصينيه كده. 1 2 3 نفضل نهبد كده عشان نضمن ان هتطلع متساويه. الرقمه دي بفلوس. انا شفت الشيف بيعمل كده في التلفزيون. تطلع متساويه. كمان ندخلوها الفرن. طب مش لما الفرن يسخن بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عادي؟ بص احنا الفرن بتاعنا عالي عالي، فبالنسبه بقى يعني هو عادي يعني.
والله. شايفه ان هي ليها لازمه. طبعا بقى بخله سنان يعني انا مش هفتح عليها دلوقتي خالص. انا هعمل ايه؟ انا بقى بفتح، بالنسبه لي بفتح النور ببص كده عليها اشوفها، او ممكن تفتحي يعني مش بصوا عشان ما اضيعكوش، ما تفتحوش عليها ماشي، ما تفتحوش. انا مش هفتح عليها دلوقتي خالص الا لما اتاكد ان هي دخلت في السوا. انا ببص من هنا كده، ببص من الازاز ده شوفها عالت ولا ما عالتش. بخله السنان واقوم جايه غرزاها جوه الكيكه. لو طلع خله السنان نضيفه يبقى الكيكه استوت وهنطفي عليها. خله السنان طلعت فيها كده زي يبقى معجنه لسه صح؟ يبقى لسه ما استوتش، لسه ما كملتش سوا. يعني دي الطريقه بتاعت اي بيت مصري. ماشي يا ام خالد، هنشوفوا بقى ايه النتيجه في الاخر، واعمل لكم الشاي بلبن. بس انا على فكره انا يعني نفسي حلو في الكيكه. يعني لا، ما انت عامله لنا قبل كده كذا مره. انت في ايد امينه ما تخافش. انت هتموت، انت هتموت وتربطها مش هتهبط. في سنان. انتظروني بعد شويه بقى نشوف هتعمل ايه. واضح ان هي مستويه. اللحظه استنى اوريهم. بصوا هي كده استوت. طبعا الشكل ده عادي يعني. اللحظه اللي انا مستنيها بقى مفيد. طب انا يلا مستني اللحظه دي بعجوبه عشان خاطر ايه. يلا بقى الكيكه اللي انت نفسك تاكلها بقى، ما تصدعناش. اوه بصي حرقت مني برضه. بص هقول لك على حاجه. ايه؟ انا عايزه اقول لك دي طبقه، دي بص واقلب الكيكه بص بقى من اسمع الكيكة. بس والله أنا قلت العظيم. بس هلاقي. طب انا هشيل الطبقه دي. استنى في ايه يا محمد؟ استنى لا من غير ما تشيلها، من غير ما تشيلها، قطعها عادي زي ما هي كده. ايوه قطعها. هي اتلسعت شويه يعني. شوفها من جوه يعني قصدي. اتلسعت شويه. بص خليك في من جوه المضمون عادية يعني. هي خليك في المضمون. الايه؟ طعمها يعني حلو. هي بس اتلسعت سنه. انا سهيت عليها شويه عشان سهيت كنا عليها؟ ايوه. دوق كده خالص. يلا قطع لنا وبعمل لكم الشاي بلبن. والله انا تعبت. انا ممكن ولا سيبها زي ما هي ومحدش ياكل الحته اللي تحت. ليه؟ عادي. هي على فكره ايه يعني اتلسعت سنه. سنه ايه؟ سنه يا ام خالد ده. سودا ايه؟ انت مش دقتها؟ استنى انت مش دقتها؟ ايوه ما من جوه حلوه والوش حلو بس من تحت ملسوعه. هي ملسوعه بس الطاقه دي خفيفه يعني. بصي ممكن اصلا تعملي لو اتعملت كده ايه. بصي شالت ايه فاهمه؟ طب وليه؟ انا مش شايفه ان هي ماشي تتاكل زي ما هي يعني. انت مش دقتها؟ انا دقتها حلوه. انا بقول لك مش وحشه. كده ندوقها. هو الفرن بتاعنا مشكلته ان هو عالي شويه. طب ما توطيه شويه. انا سهيت بقى، سهيت شويه خلاص يعني. حرام اقعد اريح رجلي. اي واحده بتعمل كيكه لازم تقول لك انا سهيت. خليك في المضمون. انا عملت المضمون ايه؟ لا المضمون كيكه. اهم حاجه الاقي كيكه. هي كيكه ولا مش كيكه؟ كيكه. هعوضها لكم والله. ماشي اما نشوف التعويض. هي اصلا دي والله العظيم يعني. عايزين بص واحده بقى بالكريم شانتيه. هقول لكم على حاجه. بصوا هي جميله والله اهي، مفيهاش اي حاجه. هي بس اتلسعت مني سنه. انتوا مش غرب يعني، انتوا مننا وعلينا. ايوه ما انت لازم توريهم النتيجه طبعا. لازم توريهم النتيجه. خبيها يعني. هتتاكل ولا لا؟ هي هتتاكل بس ما تتكلمش بقى. بس لازم تعملي لنا واحده احلى من دي يعني. يا محمد. امال ايه؟ يا محمد ده بكره تعملي لنا واحده احسن من دي. هي ملسوعه من تحت. اهو قال لك ملسوعه على ورقه، خالد قال لك ايوه ملسوعه. ما خالد ده زيت في الزيطه. مش قادره اتخيل تعبير وشك وانت بتقلب. كلها. تعبير وشك بالله عليك حلوه ولا لا؟ دي لسه بقى جنب كوبايه الشاي بلبن جميله. هي حلوه مستويه والله اهي. انا بس سهيت بصوا هشه كمان وطريه وجميله. سهيت انا بس شويه. حلوه على العموم تسلم ايدك برضه يا ام خالد. حاضر ان شاء الله اقول اكتر من تسلم ايدك. بس لينا واحده غير دي والله. واحده بقى ايه على كريم شانتيه من على الوش كده مدلعه كده ونقطع عليها فراوله. شغل كده ايه في رمضان بقى. في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. طيبين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وايه واكسبلور كتير سبسكرايب عشان خاطر خلود واكسبلار